اتجاه عكسي. إذا لم يكن لديك القوة، فعند المواجهة سلاحك الأعظم هو الإرباك. يتوقع المهاجم دائما في أفضل الأحوال من 3 ل5 ردود أفعال. افعل أنت رد الفعل السابع الذي لم يتوقعه أبدا. الإرباك وإن لم ينجك تماما يمنحك على الأقل مزيدا من الوقت لتفكر في مخرج. كانت عزيزة تشعر بالأسف أن البداية ليست مميزة، لكن كأي قاتل عصامي دعونا نقول أنها بدأت من الصفر. لم تعد تحب القيادة منذ سنوات، ربما بسبب موت والديها في حادثة طريق وهي ابنة 22 عاما. 5 سنوات مرت على ذلك اليوم، وما زالت لا تستطيع القيادة بشكل منتظم إلا لمسافات قصيرة وحسب تقلبات مزاجها. اعتادت استخدام سيارات الأجرة، مريحة، لا تضطرها إلى البحث عن مكان للركن ولا تحتاج لصيانتها، مما يضمن لها تعامل أقل نسبيا مع البشر. لكن العبء الوحيد الذي تكرهه في سيارات الأجرة هو بعض السائقين الفضوليين، وخوفها الدائم من أن يحاول أحدهم اختطافها أو ما شابه ذلك. تجلس دائما وهي ممسكة بيد حقيبتها الجلدية. تعلمت في وقت سابق حيلة للدفاع عن النفس عن طريق خنق السائق بيد الحقيبة. تتلحق أنفاسها دائما وهي تراقب نظرات السائق في المراية، وعيناها تنتقل بين وجهه ويد حقيبتها، وتفكر كيف سترفع مكابح اليد بسرعة وتجلس مكانه، كيف ستحدث تلك اللحظة كي تشل حركته دون أن تصطدم السيارة بشيء. لكن اليوم ليس لديها مزاج للتفكير فيها. على كل حال، ليس سهلا أبدا أن تكون المرأة جميلة جدا مثل عزيزة. طلبت إحدى السيارات عبر تطبيق للسيارات الأجرة، وبعد دقيقة وجدت أمامها سيارة تاكسي عادية، فاستقلتها وألغت الرحلة الأخرى. كانت عزيزة ملولة، لا تطيق الانتظار، ولا يهم بالنسبة لها إن كانت السيارة عبر تطبيق أو لا. هذه شكليات لا تعنيها، رغم اعتنائها بكل شيء آخر يتعلق بمظهرها هي. لكن حبها للمظاهر لا يمنعها من التصرفات الغير متوقعة دائما. استقلت السيارة وهي عائدة لمنزلها من عند الطبيب، مرتدية فستانا أحمر يكشف أكثر مما يستر، وكان السائق ينظر إلى المرآة بذهول. عينيه لا تصدق أن هناك امرأة جلدها بهذا النقاء، ثدييها مستديران مرفوعان بلا حمالة صدر، أنفاسها مقربة سنتيمترات منه. هذه المعادلة الغريبة لم يرها من قبل. هو يعرف أن هذا النوع من النساء موجود، لكن في أفلام السينما والتلفاز والصور المعدلة للمؤثرات على الإنترنت يعرف ويصدق ما قالته له زوجته، أن شكلهن ليس كذلك في الحقيقة. كأي رجل حظه محدود يريد أن يصدق ذلك بشدة، فهو لا يملك خيارا آخر، إما التصديق أو الحسرة. 12 صباحا، مرت 10 دقائق من الرحلة والطريق ما زال طويلا. ازدادت نظرات السائق، تأججت غريزته وتأججت غريزتها هي أيضا مع الاختلاف، لكنها تذكرت القواعد التي تريد تطبيقها. لا نقتل من الدائرة المحيطة. القتيل يأتي بقدميه ويصر على ذلك. القتيل لم يترك لك بديلا. يتخلص القتيل من الأدلة بنفسه. لا يمكنك خداع أحد فعليا إلا من خلال أفكاره المختمرة برأسه منذ البداية. قطع تفكيرها صوت السائق وهو يقول: أستاذة، أستسمحك لو ما عندكيش مانع، ينفع نعدي على محطة بنزين؟ قالت بهدوء: طبعا، مفيش مشكلة. تمام،
ومعلش لو هتقل عليكي الطريق الرئيسي ده عليه كمان كتير، وانا لسه ما جددتش الرخصة، ينفع اخد طريق تاني؟ قالت بالعكس، يا ريت، كده فعلا احسن. حتى الآن حقق النقطة الأولى والرابعة، لكن مازال يمكنه الإفلات. الأمر بيده هو من سيقرر. ازدادت نظراته في المراية أكثر وأكثر. بدأ يسلك طرقا مهجورة تماما، غير الطريق المختصر الذي ادعى أنه سيسير فيه. سألته عزيزة بابتسامة خفيفة: أنت عايز تخطفني ولا إيه؟ لم يجب. زاد سرعته، وهذا معناه أن الإجابة نعم. إذن نعم هي أيضا. فكرت عزيزة بفطرتها لجزء من الثانية أن تفتح الباب وتهرب، مثل كل الحوادث التي قرأت عنها في الجرائد مؤخرا، أن تدافع عن نفسها بالهروب. لكنها تذكرت كيف تموت تلك الفتيات. لا، ليست مستعدة لارتجاج في المخ أو جراح غائرة في جلدها الناعم. ومن أجل ماذا؟ أن تتفادى رجلا دنيئا؟ انتصرت فورا الرغبة الملحة التي تطارد خيالها منذ فترة. شعرت أن حياتها كلها هروب وخوف، وأنه قد حان وقت تخويف الخوف. أزاحت كتفي الفستان قليلا وقالت: بس انت صغير وحلو، مش محتاج تخطفني. وهو يعني الناس اللي أنا كنت معاهم في المكان اللي جاية منه أحسن منك في إيه؟ والله أنت أجمد، كلهم قشرة، مناظر على الفاضي. هدأ سرعته ونظر إليها برضا واقتناع. هي تعلم ما يدور في رأسه. هو يتخيل أنها عاهرة. هذا الجمال وهذا الفستان المفتوح إما أن تكون عاهرة أو من الطبقة المخملية جدا، كي يحق لها أن تخرج عن القواعد وترتدي ما تشاء. ولكنه حسم الأمر وفقا لخياله أيضا، أن من تنتمي إلى هذه الطبقة مستحيل أن تستقل سيارة أجرة. إذن هو مؤمن تماما بالاحتمال الأول، ويشعر أنها أجرة مثل سيارته. لكنه يشعر أيضا بخليط من الغضب مع الرغبة، لأنه افترض أنها كذلك، لكن لشريحة أعلى منه، وتبخل بنفسها عليه. الأمر مجرد عنصرية إذن. وهي أخمدت كل هذه الأفكار، ليس بنفيها رغم أنها ليست حقيقية، لكن لا يوجد وقت ولا مجال للنفي. هي فقط استخدمت أفكاره هو لصالحها الآن، لتخديره. قال لها بسرعة وسذاجة لم تكن تتوقعها: بس فين؟ في العربية؟ تعالي جنبي. قالت: أنا عايشة لوحدي على فكرة. هز رأسه وسرى بدمه سعادة لم يحلم بها، حتى شعر أنه المخلوق الأكثر حظا في الكوكب هذه الليلة. وصل أخيرا لبيتها، فيلا صغيرة بإحدى المدن الجديدة، بها حديقة واسعة جدا وكلبان. تعيش في الدور الأرضي فقط منذ وفاة والديها. تنام أحيانا على الأريكة أمام التلفاز أو في حجرة الخادمة الجانبية. تتجنب الصعود للدور القديم بالأعلى. لابد أن تتعايش مع حياتها الجديدة الآن. دخلت أولا ودخل هو بعدها، ينظر إلى الطريق حوله ثم سأل: هو مفيش جيران؟ لا، أغلب المنطقة مش ساكنة. اطمن، محدش هيشوفك، شكل النور قاطع. تحب تمشي دلوقتي وتيجي يوم تاني؟ أديك عرفت البيت. قال: لا، دي فرصة ما تتفوتش، ده أنا مستقتل الليلة دي. الواحد كان بيشوف غفر مش نسوان. قالت: مستقتل؟ طب تشرب ايه؟ قال: شاي سكر زيادة 4 معالق كده. قالت: مشروبات العمال دي ايه؟ انت معايا وعايز تفوق؟ ينفع كده؟ خليني اعمل لك حاجة على ذوقي. سار في أركان المكان ونظر كثيرا لحوض الاستحمام الكبير أمام الباب المؤدي للحديقة، فقالت دون أن يسأل: بحب أهدي أعصابي هنا. استنى،
هخليك تجرب. ثم وضعت الكأس بجوار الحوض وملأته بالماء الدافئ وقطرات من زيت اللافندر وورد مجفف، وشغلت موسيقى هادئة. تمدد عاريا في الحوض وهو يشرب من الكأس الذي وضعت به منوم ويقول: أنا أمي شكلها دعيالي النهاردة. اقتربت منه بجسدها الذي يفوح منه عطر مثير وقالت: غمض عينيك، خد نفس عميق من مناخيرك، طلعه على 3 مرات من بقك. تخيل نفسك جوه جنينة بالنهار في غابة كبيرة كلها ورد. تخيل شكل الورد، لونه، ريحته، الجو حلو، الشمس منورة، وقدامك طريق بين الشجر، طريق معمول بالخشب، آخره بحر. تخيل إنك لما توصل الشط هتقابل أكتر حد حبيته في حياتك. تخيل هتبقى مبسوط قد إيه. أدركت هنا أنها لم تسأله عن اسمه، لكن فات أوان ذلك فقد نام. فرغت المياه من الحوض ومررت السكين على رقبته ببطء، ثم فتحت باب الحديقة وأحضرت كلبيها ليلقي التحية الأخيرة عليه. ارتدت ملابسها وقادت سيارته حتى وصلت لمكان بعيد في عكس اتجاه منزلها، وركنتها هناك، وألقت هاتفه المغلق في ذيل موتوسيكل لتوصيل الطلبات. وعندما عادت إلى المنزل دونت تفاصيل يومها المميز في دفتر أخضر، وكتبت في نهاية الصفحة: الأرواح الحرة تعاني عندما تضطر للتخفي في أثواب العاديين والانحناء المؤقت، تنتظر إشارات الأمان الخضراء، أو بمعجزة ما تعتاد الخطر، فيصبح الخوف كالنسمة بلا هيبة تذكر، سكون مؤقت يغلفها، ثم تنفض ريشها الملون مجددا فجأة كعصفور لم يعرف ملل الأقفاص أبدا.